هي من الصومال. كيف حالهم؟ كيف حكومتهم؟ هل عندهم رئيس أو شرطة؟ ترامب في خطاب مهم جدا تجاه النائبة إلهان عمر الديمقراطية، واللي طالب بعزلها وطردها. تخيل معايا لما يطلع رئيس أمريكا يطلع على الملأ بكلام ساخر بيتهكم فيه ويستهزئ ويقول هي مين في الصومال وازاي حالهم، عندهم حكومة أصلا، عندهم رئيس، عندهم شرطة. كلام كله استهزاء، مش بس ببلد لكن بشخصية سياسية منتخبة وعضوة في الكونجرس الأمريكي. يلا نصلي ونسلم على رسول الله، ولايك للفيديو واشتركوا في قناتنا لو أول مرة تشوفونا، وخلونا نعرف ايه بالظبط الخناقة اللي جاية ما بين ترامب وما بين إلهان عمر. القصة بدأت لما ظهرت إلهان عمر في بودكاست اتكلمت فيه عن مقتل الناشط اليميني تشارلي. أبدت فيه تعاطفها مع عيلته، لكن في نفس الوقت ما فوتتش الفرصة وانتقدت أفكاره ومواقفه، خصوصا آراءه المتطرفة عن السلاح والعنصرية. وده كان كفيل إن يولع المعركة بينها وبين الجمهوريين. رد فعل ترامب ما كانش عادي، طلع بخطاب ناري لسانه الصليد ظهر كالعادة وقالها بكل وضوح: الناس دي جاية من بلاد ما عندهاش أي حاجة وجايين يعلمونا إزاي ندير بلدنا. مش كده وبس، ده كمان طالب بعزلها وطردها من الكونجرس. الكلام ده فجر موجة غضب كبيرة. الجمهوريين اتحركوا وبدأوا حملة شرسة مش بس ضد إلهان عمر، لكن كمان ضد أي حد يحاول يشوه صورة تشارلي بعد موته. طبعا وصل الموضوع لدرجة إن هم هددوا بسحب التمويل عن أي جهة تحمي الأشخاص اللي زيها، وكمان عايزين يعزلوهم من مناصبهم. السؤال هنا: هل هجوم ترامب مجرد تصفية حسابات سياسية، ولا هي رسالة تحذير لأي حد يفكر إن يتحدى الفكر الجمهوري في أمريكا؟ وهل إلهان عمر هتقدر تصمد قدام العاصفة دي، ولا فعلا ممكن تتعرض للعزل والطرد؟ في النهاية الصراع مش بس بين ترامب وإلهان، لا، ده صراع بين فكرتين: حرية الرأي والتعبير وضغط السلطة والسياسة. قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله واشتركوا في قناتنا علشان يوصلكم كل جديد. نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.